السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هلا وكل الهلا بيكم، يا رب تكونون بألف خير وصحة وسلامة. اليوم بنتي ميسم حبت تصبح عليكم، يا رب يكون نهاركم سعيد وخير وصحة وسلامة وأمان يا رب. اليوم المفروض يكون هو يوم أحد، المفروض تكون عطلة. احنا عطلتنا هنا السبت والأحد، بس هي لأن عندها كورس تعلم لغة تركية، فهاي اليومين من الأسبوع يكون بيها ما عندها أوف يعني ولا عطلة، يكون عندها دوام، ودوامها يبدي من ساعة 8:30 الصبح إلى ساعة 3:30، بعكس الأيام العادية يكون من 1:30 ل7:30. فاليوم إن شاء الله هي كلها تفاؤل ويوم مميز بالنسبة لها، لأن إن شاء الله اليوم جيت أبو مصطفى من العراق، فهي متفائلة بهذا اليوم ومحضرة نفسها على أنه يجي هاليوم. فجيت أوصلها للمدرسة، المدرسة قريبة علينا يعني بيناتنا بس هذا الشارع، ظل قلبها يم البزونة اللي شافتها، بس بيناتنا هذا الشارع طبعا، وتوصل مدرسة كلش قريبة علينا، يعني من يدق الجرس مال الفرصة مالتها ولا شيء أسمعها. هذه المدرسة بس إحنا ما راح نمر عليها. طبعا الكورس هنا بالمدرسة مو بس للعراقيين أو العرب، للأتراك يتعلمون به تقوية، يهم دروس تقوية لهم للمواد اللي مثل الإنجليزي أو الرياضيات أو المواد العلمية، فيكون للكل يعني مو بس للعرب. فإحنا راح نروح نتمشى براس الشارع مالتنا، أكو محل مال معجنات كلش حلو وقريب علينا، فنجي ناخذ من عنده نوبات واحد يعني يكون يمل من الرتابة ونفس الأكل نفس المعجنات. يعني دائما أحب المعجنات وأسوي لها تاخذ وياها، بس نوباتها متحب تغير. فاليوم جينا لهذا المحل، طبعا محل كلش حلو كلش قريب يعني على المدرسة، وهو براس الشارع مالتنا، فراح نمر ناخذ من عنده معجنات. طبعا معجناتنا كلش حلوة وراقية، بنفس الوقت خاله هنا قاعدة للي حاب يتريق شغلات يعني يقدم بيها مشروبات ساخنة شتوية أو شغلات باردة، يقدم بيها كل شيء، معجنات كيك. محل كلش كبير، قبل فترة بسيطة يعني انفتح يمنا. طبعا هنا الأتراك كلش مشهورين بالمعجنات، يبدعون بصراحة بيها شغلات ولا أروع من السميد وهاي الشغلات اللي بعد يتفننون بيها، بالإضافة للمعجنات وباقي الأمور. فراح ناخذ من عندهم إن شاء الله ونرجع للمدرسة. وهسه نرجع للكورس لأن بعد قدامنا حوالي 5 دقائق حتى نوصل. طبعا هذا الكورس هواي استفادت من عنده، تركيتها هواية صارت أحسن. طبعا قمت من أريد أطلع للسوق، من أحتاج شيء أخذها، ما شاء الله يعني هنا الأتراك ما يميزوها إنه هي عراقية لتركيتها اللي ما شاء الله، لأن هي بعدها طفلة وبعدها يعني استقبالها للمعلومة يكون أسرع وأقوى، فهو استفادت من هذا الكورس. برغم إنه الشغلة مو يعني سهلة، واجبات الكورس تحضرها وحدها، واجبات المدرسة تحضرها وحدها، بس الحمد لله هي قادرة إنه توفق بين الاثنين. الحمد لله المهم ده تقدر إنه تستفاد من الكورس. وهنا خطية واقفة تنتظر بالبلكونة. اليوم هو موعد وصول أبو مصطفى من العراق، وواقفة خطية محضرة شغلاتها وواقفة تنتظره. تعالي بالله أسو شوفينا شو مسوية. بعد مسوية هاي الأعمال اليدوية، بالله هاي البراسج شو مسوية، تاج كاتبة عليه الحمد لله على السلامة وترحب بيه، وهذا السوار مسويته كاتبة عليه باسم بابا. طبعا هذه كليتها هي أشياء محضرتها ومسويتها بنفسها. وهنا شوفوا هاي المنظفين خطية سبحان الله، وقت الخريف ما طول الأشجار تساقط هم يكنسون على مدار الساعة. وهذا الآزار اللي الهدية اللي طلبتها من أبوها يجيب لها وياه من العراق، وفدوى لله شقد لاقي لها ما شاء الله. يا النبي رحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى
عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. اللهم صل على محمد. هاي طبعا هنا هي خال الورقة اللي أبوها مسوي الهياب تعلم الصلاة، خالتها لازقتها على الكنتور. فاجأتني إنه هاي هنا الركوع حاطة ركبتين والسجود مسوية كيف راسمته، وفاجأتني إنه متعلمة الصلاة بهذه الطريقة، طريقة كل سهلة تشجع الطفل على إنه يتعلم الصلاة. طبعا الدور الأكبر للمدرسة راح نسوي لهم هنا مكان للصلاة، ركن للصلاة، مصلى، وتاخذ وياها الآزار وتصلي هنا. وهذا هم دور لهم أكبر، إنه يعلمون الطفل على الصلاة ويشجعوه على إنه يصلي. بالإضافة الباقي الأمور الثانية مثلا هنا الأعمال اليدوية، هاي هي مسويته بهذني الأسياخ مالت الخشب، وجابت صوف وسوته بهالترتيب. هذا كله الفخر للمدرسة إنه تساعدهم على إنه يتعلمون هذه الأمور. بالإضافة للرسم، شوفوا هذا الدفتر مال الرسم مالتها، درس للرسم، يعني منطين حق لكل شيء. هذا كلية الرسوم مالتها، يعني كل شيء ينطوه حقه. بالإضافة إلى درس الموسيقى، هنا هم عندهم درس بيوم للموسيقى، ياخذون به هذا البيانو ويعلموهم به على الموسيقى. وهنا ثاني يوم من بعد ما عدى الوقت وصارت ساعة بالوحدة، أبو مصطفى يلا وصلنا من العراق، فأيست وهي قاعدة الصبح فنامت خطية. وثاني يوم قررنا إنه نطلعها منها تغير جو، فخليكم بهالأجواء ويانا. هاي الحديقة هي حديقة العراقيين، إن شاء الله راح تبقون ويانا الآخر اليوم. نروح بيه يصادف عيد ميلادها، فراح نروح سوا ناخذ الكيكة ونشوفون الأجواء مال عيد ميلادها. خليكم ويانا. جينا من بعد الحديقة، جينا ناخذ لها كيكة. طبعا هذا المحل كلش حلو، هذا اسمه جوليورد، بأنواع من الكيك والمعجنات. تاخذوها يعني تضمنوها انه اول باول فريش، مو باقية، والكيكة تكون يعني بايتة لأكثر من يوم. كلش حلوياته وشغلاته كلش حلوة. اللي بأفيون أنصحهم ياخذون من عنده، هذا قريب كلش على ساحة الوالي بالركن. ومن بعدها جينا على هذه المحلات، هذه بدنا ناخذ من عندها شغلات العصاير والبيبسي. هاي هم محلات كلش حلوة وكبيرة، وبيها أي شيء تحتاجوه موجود بيها، ما شاء الله عامرة كل الأمور. هاي شغلات اللي تخص المعجنات، اللي تخص شغلات البيت، كلش حلو هذا المحل. ومن بعدها جينا هذا المحل هم خاص بشغلات الكرزات، كل أنواع الكرزات مننا ناخذها، كلش كرزاتهم معتبرة. والنظام مالتهم إنه تاخذ أكياس وبإيديك، يا أما تلبس كفوف وتاخذ الكمية اللي رايدها، أو بالمكيال اللي هم حاطيه
تاخذون من عنده الأشياء اللي تحتاجوها. كلش حلو هذا المحل، كبير، يحتوي مو بس كرزات، شغلات اللي تحتاجوها للبيت، كل الأمور، من بقوليات، من باقي الأمور، كل شيء موجود بيه. نظامهم اخدم نفسك بنفسك، أنت تاخذ الكمية اللي تريدها وتروح توزن وبعدين تحاسب. هالشكل النظام مالتهم. يومنا هذا تحضيرنا للعيد ميلاد مال بنتي ميسم. إن شاء الله يا ربي ينعاد هذا العام وكل عام علينا وعليكم بالخير والفرح والمسرات يا رب. إن شاء الله تكونون استمتعتوا يعني بهذا اليوم، كان يوم مميز بعيد عن الطبخ. لا تنسونا حبايبي إذا عجبكم الفيديو باللايك والاشتراك ومشاركة المقطع بين الأهل والأصدقاء. دمتم في حفظ الله ورعايته.